في القصة ديال اليوم غادي نكتشفوا مع بعض شنو هما البوصلات الداخلية اللي كيستعمل الإنسان باش يشق طريقه في الحياة، وعلاش حنا مختلفين في هذه القضية هذه. على بركة الله. البنت كانوا عينيها عامرين بالفضول، كانت أكثر مغامرة من البنات اللي في السن ديالها. خوها الصغير كان ديما تابعها، شويه حيت كيتيق فيها وشويه حيت المفروض عليه يطيعها. كانوا صحاب بزاف. هي مرات كانت كتفرغ فيه العصبيه ديالها، ولكن هو تيبقى وفي ليها حيت في المقابل هي كتحامي عليه بمفهوم كتضربو وما تخلي اللي يضربو. الوالدين ديالهم كانوا كيوجدوا حوايجهم للغد ليه، رحله للدوار ديال جدو وجده. الصوت ديالهم في الكوريدور كان اعلى من العاده، وهذا الشيء خلى هاد جوج صغار متحمسين بزاف للغد. قالت لي البنت بواحد النبره جديه: اسمع، خاصنا نوجدوا حوايجنا ديال الغدا. هو قال بتحمس: انا غادي نلبس الصباط ديال سبايدر مان ديالي. هي: اجي قبل ما نوجدوا حوايجنا اجي نمشيو نحرقوا الدبابيد في البالكون. حيت هادشي واحد النشاط عادي قبل الناس. مشاو للبالكون فين كاينين دباديب ديالهم ديجا مكرفسين ومحروقين من تجارب سابقه. شدوا البريكه ويطب عليهم ماماهم: نتوما كيفاش كتلقاو هاد البريكه؟ كنخبيها مزيان. خطفتها منهم وهي متعوده على هذا الفيلم: دخلوا دابا، دوشوا النعاس يلا. الولد سمع الهضره ودخل، البنت لا، كانت كتكره الدوش، كيجيب لها الملل. ما قالت لها: صافي دي داكشي اللي بقى لك في الدب ديالك وعلميه يعوم. صافي البنت اقتنعت ودخلت الدوش. من بعد واحد شويه بجوجهم نعسوا، غير هي كانت نص ناعسه ونص فايقه من كثره الحماس. في الصباح حتى واحد فيهم ما تفكر المخططات ديال اللبس ديالهم. الوالدين هما اللي يلبسوهم والدراري جالسين كيقاوموا. كان باقي الحال بكري وهما باغيين يكملوا الناس. البنت بالخصوص كانت معصبه حيت امها قطعت عليها واحد الحلم زوين كانت كطير فيه، وهذاك الحلم كان بالنسبه ليها في ديك الانيه احسن من الرحله كامله. من بعد واحد شويه ديال الشكاوي نعسوا تاني في الطوموبيل. وهي ناعسه نص نص بدات كتسمع الصوت ديال الشجيرات كيتحركوا في الكابو ديال الطوموبيل. بدات كتفيق بشويه حتى وقفوا. شافت حداها لقات خوها ديجا فايق وكيتفرج على برا. من الطريقه اللي جالس بها باين كان فايق من مده هادي. قال لهم باهم بفخر: وصلنا. هبطوا من الطوموبيل، العائله خرجوا كيسلموا عليهم. البنت دغيا شدت ولدها وجراته للحديقه باش يقلبوا على الببوش. من بعد سمعوا الاب كينادي عليهم: هادوك الجوج. هما يوقفوا، دار فيهم واحد التخنزيره اللي معناها الحساب. من بعد هما فهموا راسهم، مشاو سلموا باحترام وطاعه. ومن بعد دخل كل شيء للدار. ملي دخلوا كاملين البنت والولد فهموا الدور ديالهم، يديروا راسهم مؤدبين ويجلسوا مع الكبار. البنت قالت: ماما فيا الجوع. جده خرجت من الكوزينه طايره بحال الا الجوع حاله طوارئ. راه الخبز بنتي قرب يطيب، غير شويه وغادي نجيبوا لك مع زبيده ولا زويته بلديه ومن بعد نتغداو كاملين. صافي. فم البنت عمر بالريق، شربات الكاس ديال الماء اللي قدامها دفعه واحده وحست بالطاقه. في راسها قالت: بغيت نخرج لبرا، عوض ما نبقى هنايا مع الكبار كنتسنى، نقدر نتسنى وانا كنلعب في الخلا. الكبار كانوا مخشعين في الهضره ديالهم، كتبان مهمه بزاف، يا اما شي خبر جديده يا اما شي نميمه جديده. البنت شافت الفرصه ديالها، قربت من خوها بدات كتوسوس ليه. هو ما داهاش فيها في الاول، عاودت نغزاتو بشويه وقالت ليه: اجي نمشيو نقطفوا الزرع والورد من داك الحقل اللي قدام. هو تردد. هي قربات لودنو وقالت ليه: راه الغدا غادي يدي الوقت بزاف، واش بغيتي تبقى جالس جيعان وفيك الملل ولا غير جيعان؟ هنا عجبته الفكره، سلتو بجوج ومشى تيجري للحقل وهي جرات موراه كضحك. الحقل كان ممدود لقدام الدار. دخلوا فيه، هي بدات كتقطف الورد وهو جلس على الارض كيتفرج في شي حشره وبدا يقلب على الديدان.
في الاول بقاو حدا الدار، من بعد بداو كيبعدوا بشويه بشويه. الزرع غادي تيعلى حتى واحد فيهم ما انتبهش شحال بعدوا. بقاو كيجمعوا كيهضروا كيضحكوا لعبوا غميضه، ومع الوقت الدار ما بقاتش كتبان. البنت والولد داخلوا شويه وبداو كيقلبوا. ربيع عالي كانوا مخبيين في وسطو. هنا فهموا بجوج ما بقاوش عارفين الطريق للرجوع. البنت قالت لي نمشيو جهه الشمس. خوها شافها بواحد النظره قاسيه، ما قال والو في الاول. هي تجمدت في بلاصتها، عمرو ما شاف فيها بديك الشكل، بحال الا في ديك اللحظه بالضبط مابقاش كيتقدر. من بعد قال لها لا، راه كانت الفكره ديالك من الاول، وهاد المره انا اللي غادي نقرر، غادي نمشيو لديك الشجره تماك. البنت حست بالدم. هي عارفه بلي ما كايناش شي شجره قريبه من الدار، ولكن حيت هو شك فيها بدات حتى هي كتشك في راسها. سكتات ووافقات. ملي وصلوا لديك الشجره لقاو من وراها غير حقل واحد اخر. بجوج حسوا راسهم مغلوبين على الامر ديالهم. الولد طاح قاعد وبدا تيبكي. البنت جلست حداه ساكته ومهبطه راسها. من بعد انفجر عليها. دابا انا جيعان وتالف، وهادشي كلشي بسبابك، كنت عارف ما خصنيش نسمع ليك، انت ديما كتجرينا للمصائب. البنت حست راسها سخيفه وهي شاده الورد اللي مازال في يديها. لحتو في الارض شويه يتسولوا بهدوء. دابا شنو غنديروا؟ هو شافها مذهول، بحال ليله الديناميك تبدلت بيناتهم وولات عنده سلطه وكلمه. زقا من البكا وتقاد في بلستو. قال لها بابا غادي يذبحنا، عارفه هادشي ولا لا؟ هي جاوباتو عارفه، هو ما عندوش معايا، انت ما غيدير لك والو، انا اللي غادي نخلص الثمن. الولد حن قلبو من سمعه وقال لها شنو رايك نمشيو في الطريق اللي بين جوج الحقول الكبار، يمكن توصلنا لشي بلاصه، يمكن نلقاو شي ناس كبار. هي قالت صافي يلا. بدات كدندن بصوت واطي وهو غادي بحال شي جندي صغير عينيه تيقلبوا. هي في السر ديالها فرحانه شي شويه، حيت بدات كتحس بالحماس والخطر والمغامره، ولكن ما قدرتش تعترف بهادشي. في الاعماق ديالها كانت متاكده انهم غادي يرجعوا للدار، غير ما كانتش عارفه شحال غادي تتعقد القضيه. الشمس بدات كتغيب وبجوج بداو كيحسوا بالخطوره ديال الامر، حيت ما صادفوا حتى شي واحد كبير في الطريق، والهدوء اللي دار بهم تقل الجو. حتى طارت واحد الخفاشه قريبه بزاف من الولد، قاصو في ودنو اليسريه. هو تفزع شاف على اليسار وتبعها بعينيه حتى وصلت لواحد الشجره ديال المشماش. بلا ما يفكر جرى ديك الجهه. شوفي المشماش، بدا كيجمع المشماش اللي طايح في الارض وكياكلو. هي طلعت في الشجره وبدات كتقلع المشماش الطري، هاك شد كترميه ليه. وهي الفوق عينيها شافوا في البعد. فاش لاحظت شي دار في البعد، شوف كاينه دار تماك، يلا نمشيو نشوفوها. مشيو. في هاد اللحظه الشمس كانت تقريبا اختفت. منين قربوا للدار لاحظوا بجوج بزاف ديال الخفافيش كيدوروا حدا الفرشه ديال الدار، وباللي المنطقه ما بين الشجره ديال المشماش والعتبه بحال هي الملك ديالهم. البنت تقدمات لقدام وطرقت الباب وهمست لخوها خاصنا نقولوا ليه رحنا تالفين، ولكن الولد دار فيها نفس التخنزيره ديال قبل. هي تراجعت خطوه للوراء بلا ما تحس. الرجل فتح الباب، كان طويل وهزيل. الولد بدا كيختار على القصه وهو تيدوي. سمح لينا سيدي، جدودنا صيفطونا عندك باش نسولوك واش تقدر تعطينا شويه ديال المشماش من الشجره ديالك، وعرضوا عليك تجي تشرب القهوه وتاكل معاهم الخبز. الراجل بقى تيشوف فيه مده طويله ومن بعد قال ليه ببروده اسمع لختك اولدي وقول لي الحقيقه. البنت تقدمت مباشره. هسي ما تهضرش مع خويا بهذه الطريقه، واش تقدر تعاوننا وتوصلنا لدار جدودنا ولا لا، حيت راه حنا تالفين. الراجل شاف فيها، خطف منها مشماشه من يديها، سند على الطرابوز ديال الباب وهبط وقال لها انتي طايقه في راسك بلا قياس البنيه،
ولا خطفتكم دابا وحتى واحد ما عارفكم فيناكم نتوما دابا. سمعي الهضره ديال خوك وثيقي في الحدس ديالو. كرشها تقبضات عليها بالخلعه بلا ما تفكر، رمات عليه داك المشماش اللي باقي عندها، شدت يد خوها وهربات كتجري. جراو حتى لاخر نفس حتى ما بقاوش قادين، ووقفوا كياخذوا النفس ديالهم وهما الجسم ديالو كلهم كيترتعش. الحال كان مشى والدنيا ظلمات. والبنت قالت خاصنا نرجعوا عندك الراجل ونعسوا حدا الشجر المشماش، انا متاكده في الصباح غادي غيردنا للدار. الولد غوت عليها، واش سمعتي شنو قال؟ راه بغا يخطفنا، واش انتي هبيله ولا مالك؟ هي ما عرفتش علاش قالت ديك الهضره، هي في الداخل ديالها ما صدقاتش التهديدات ديالو، ولكن ما عرفتش كيفاش تعبر على راسها. وهو زاد وزيدون راه كيربي الخفافيش. شكون اللي تيربي الخفافيش؟ راه هادشي ماشي نورمال، واش انتي حمقى؟ مره اخرى الشك دخل لقلبها، ولكن هي في سرها قالت انا ثقت فيه حيت هو قال لينا نثيقوا في بعضياتنا، ومع ذلك ما قدراتش تقولها بصوت عالي. الولد رجع تكور على راسه وبدا تيبكي مره اخرى. الليل طاح وجينا فيها، الا ما قتلناش بابا شي حاجه اخرى غادي تقتلنا. زاد البكا بالجهد. البنت مدات يديها باش تطمنو، ضربها بيديه وغوت عليها، كون ما تزاديتيش كلشي كان غادي يكون مزيان. البنت عينيها تغرغروا وبدات كتبكي وكتجري، هو تخلع وجرى من موراها. هي حبست فجأة، هو دخل فيها طاح على الطيس ديالو. اي وهي تشير بيديها لقدام، شوف دار وبابها قدامه قفص ديال الحمام. الناس اللي كيربيو الحوام ما يمكنش يكونوا خايبين ياك. مشات للباب وطرقات. هاد المره اللي فتحات كانت مرا. شكون هاد الدراريات الصغار اللي بوحدهم في الزنقه في هاد الوقت؟ راه اكيد نتوما تايهين. الولد بدا تيبكي مره اخرى، ولكن هاد المره من شده الراحه. البنت شافت فيه وفكرت هو اللي تايه، انا غير مستمتعه بالمغامره. هي غير فكرت هادشي ما قالتوش. السيده طيبه عطاتهم ما ياكلوا، ومنين تهدنوا شي شويش خداتهم عند واحد الراجل كتعرفو وكتثق فيه، واحد اللي كيعرف الدوار كامل. فاش قربوا للدار ديال السيد يدو سمحدا واحد الطوبه كبيره. الولد تخلع ويطير فوق الظهر ديال اختو. طوبه كبيره. هي شداتو على كتافها حتى وصلوا للباب، هزاتو زعما. السيده قالت للراجل السي عارفك كتعرف كلشي في الدوار، وهادشي اللي خلاني نجي عندك. بغيتك الله يخليك ترد هاد الملائكه الصغيورين للدار جدود ديالهم قبل ما والديهم يحماقوا من الخوف عليهم. واش تقدر دير هاد الخير؟ الراجل شاف في الولد اللي مازال معلق لظهر اختو وعينيه حمرين من العيا، وهو يسولو الدري شنو عند جدودك؟ شنو تيملكوا؟ واش عارف؟ هو مسح الدموع ديالو وقال ما عارف والو. الراجل تقلب على المراه وقال لها ودابا كيفاش انا غنعرف شكون هما جدودو؟ البنت خرجت تخلعات وهي دارت عند المراه وقالت لها عافاك لاله ما تخليناش مع هذا الراجل، انا بغيت نمشي معاك انتي. السيده طمناتها وقالت لها ما تخافيش بنيتي راه غيعاونكم. من بعد شافت في الراجل وقالت لي غير حاول الله يخليك. نفس بعمق ودار عند البنت وقال لها البنيه شنو كتصايب جده ديالك؟ هي تقول ليه قالت ليه كدير الخبز وكدير معاه الزبده ولا زيت البلديه. الراجل هز الحاجبين ديالو بحال هكا ويقول قربت سالي الزبده صافي يلا نمشيو يلا. البنت صرخت لا عافاك لا ما تخليناش نمشيو مع هذا الراجل، اجي معانا عافاك. ولكن السيده ابتسمت وقالت لها ما تخافيش بنيتي راه خاصني نرجع للحمام ديالي راه محتاجني.
هنا ولي اول مره في ديك الرحله كامله البنت حست بخوف ديال بصح، وما عرفتش علاش بالضبط، ولكن شعلة الطاقه اللي فيها طفات. الولد هبط من فوق الظهر ديالها وشد في يد الراجل بكل ثقه. مشاو هما غاديين لقدام وهي تابعاهم من اللور. عيانو الراجل غادي، شي مرات كيمشي بزربه، شي مرات تيمشي بشويه، شي مرات تيوقف فجاه وتبقى يدور حداه. شوف حداه، لا ماشي من هنا، انا يمكن من لهي، يمكن الطريق تبدلات. وتيتمتم. الوليدات بداو تيتبادلوا النظرات. من بعد واحد شويه هز واحد المسمار من قديم من الارض، مسمار مصدي. هذا مزيان، نقدر نحتاجو من بعد، يقدر ينفعني. وداروا في جيبو شويه ويعفس على واحد ورق يابس ويتخرخش ويتخلع ويقول ناري سمعتوا هادشي. الولد زير على يدو والبنت وقفات وكتحاول تفهم علاش راجل كبير وعقله تيتخلع على شي حاجه بسيطه هكا. صافي كملوا الطريق. بعد واحد الدقيقه قال هذه طريق مختصره. شويه مشاو فيها ويقول لا ماشي هي، وكانت هنا. شويه ويقول غيكون ها شي واحد هز الطريق وحيد من بلاصه. الولد طلق من يدو ومشى حدا خدو، مشى كيتمشى حدا اختو. من بعد ويدوز داز واحد الصرصار من قدام الراجل ويتبدل ملي شاف الصرصار ويهبط عنده وقال ليه حزو لبر الامان ويقول ليه اسمح لي ما بغيتش نصدم عليك. دراري شافوا في الصرصار وشافوا بعضياتهم ما متيقينش شنو تيوقع. واحد الكلب كان حاضي داك الصرصار ويخرج من الحقل وميزه على الراجل وبقى تيدير ليه. الراجل تجمد في بلاصتو. منين قرب ليه الكلب ويشدو الرعب وبدا تيجري، مشى ضربها بجريه. الكلب تبعو نيشان. الراجل ما رجع يشوف الدراري، ما قال لهم حتى شي كلمه، ما حتى شي حاجه، هرب وخلاهم بوحدو. وهكا الدراري رجعوا بوحديتهم وتايهين كثر من اللي كانوا، حيت دابا بعدوا من ديك الطريق اللي كانت باينه طويله. وما يجي الدراري وما يشوفوا في بعضياتهم وما يطيحوا على الارض وبداو تيبكيو بهستيريا وتيبكيو بالجهد. شويه البنت تخلعات، قالت ياك ما غادي هاد البكا غادي يجيب لينا شي مونتيف. وهي تقول لخوها صافي عافاك، صافي نسكتوا، صافي خصنا نسكتوا. وما يسكتوا شويه وهي طاح عليهم جوج ديال المشماشات على راسهم، كل واحد طاحت عليه مشماشه. وما يشوفوا الفوق اشكون تيشوفوا الرجل الهزيل. ويقول كنظن هادو ديالك البنيه. غير شافتو البنت وهي تنوض مشات عنقات الساق ديالو. شويه تراجع ومشات شدات يد خوها. الراجل قال لهم اليوم في الصباح شفت جدكم في السوق وكان فرحان وشرا بزاف ديال اللحم وبزاف ديال الدجاج وبزاف ديال التقديه، وما كاينه حتى شي مناسبه اللي غيشري عليها داك الشيء كامل. داكشي علاش ملي شفتكم قبيله اللي جيتو عندي فهمت وعرفت بلي نتوما ديالو. يلا تبعوني نوصلكم للدار. الوليدات تبعوه هما ساكتين، ما طولوش في الطريق، دغيا وصلوا. منين وصلوا لاحظت البنت باللي البوله ديال الدار القداميه شاعله، عمرها ما كتكون شاعله، وخفافيش جوج الخفافيش كيدوروا حدا ديك البوله. ما عمر ما يكون الخفافيش. خوها غير شاف الضو وشاف الباب مشى دخل كيجري بحال شي تران. هي بقات واقفه شي شويه وكتشوف الخفافيش وكتفكر كيفاش الخفافيش تلقاو الضو. الاستاذه قالت لي السيمانه اللي فاتت بلي ما كيشوفوش بالعينين ديالهم. البنت قالت للراجل اسي انا خايفه، قفرتها من عند بابا، واش ممكن تدخل معانا
ويسقسيها وجدتك تتخبز خبزت اليوم؟ قالت لي وراه عندها الزبده وزيت البلديه. ويقول لها صافي يلا دخلوا للدار. الوالدين وبخد الوليدات بقساوه، صداع ناض نيت بجوج جمعوهم في كفه وحده. منين تهدن الوضع الجده خبزات خبز طري وعطات للراجل طرف سخون وشكراته. هو حل داك الطرف حط فيه الزبده وسول الولد ها الطريف ديال الخبز ناخذو انا ولا نعطيه لاختك؟ الولد قال بدون تردد ياك السي انت اللي رجعتينا للدار. الراجل شاف البنت قطع الخبز على جوج وعطاها النص. البنت قالت السي راه كلشي الذنب ديالي انا اللي خرجت علينا، خويا راه عنده الحق، انا ما نستاهلش الخبز. هو جلس حداها عض الخبز ديالو وقال كلشي اللي قلتيه صحيح، ولكن انتي كتبعي القلب ديالك البنيه وخوك تيتبع الدماغ ديالو، وحتى واحد فيكم ما غلط، غير انتي في الحياه ديالك غادي تغلطي كتار منه، ولكن ديما غادي تلقاي الطريق وهو يمكن ما يلقاهاش الا كانت عنده شي اخت بحالك يثيق فيها من قلبه. البنت ضحكات وقالت لا ما بقيت جيعانه، هادشي كامل شبعني صافي وهي تمغطات نيت تما في الارض ونعست في بلاصتها وصافي. في القصه ديالنا باتمان وراتمان بجوج كانوا مهتمين بنفس الحاجه، الخبز والزبده، ولكن شنو الفرق الحقيقي بيناتهم؟ بلاتي نحبسوا شويه ونفكروا مزيان. شنو الفرق بين الفار والخفاش؟ تيشبهوا بعضياتهم، ولكن واحد كيزحف والاخر كيطير. بجوجهم اجتماعيين، بجوجهم ذكيين، وبجوجهم عارفين كيفاش يبقاو عايشين، ومع ذلك واحد فيهم كيتحرك في مستوى اعلى من الاخر. وعلاش؟ كيفاش الخفافيش كيمشيو في الدنيا وكيشقوا طريقهم؟ وشنو كترمز ليه هاد الطريقه فينا حنا البشر؟ واش هي الحدس السادس، ولا غير غريزه ديال البقاء، ولا شي حاجه اعمق، شي حاجه فينا كاملين ولكن بزاف مرات ما كنهتموش بها، ما كنتيقوش فيها؟ ومن جهه اخرى كيفاش الفيران كيشقوا طريقهم في العالم؟ شنو هي البوصله اللي كيتبعوها؟ الخوف، طمع، ولا شي حاجه اخرى كنتيقوا فيها دائما ولكن بلا ما نحسوا؟ وشنو كيرمز هاد الشيء في الخريطه ديالنا كبشر؟ وفي الاخر كيبقى هاد السؤال، الا كان فعلا الطريق الصحيح هو تتبع القلب، علاش البنت ضاعت وهي اصلا داكشي اللي كانت كدير؟ بغيت نعرف الراي ديالكم بصراحه، كتبوا لي في الكومونتيرات، عافاكم كيعجبني نقرا.